الحقي هاتيها واغسليها وهي عاقلة كده قبل ما تقل عقلها. هنعمل بيها النهارده حاجة جميلة جدًا، جدًا، بتتباع بمبالغ وقدرها وولادنا بيحبوها جدًا، ومش صلصة طماطم يا جماعة، لأ، هنعمل حاجة حلوة ومفيدة وبيتحط كده جنب الأكل بتبلّعه وبالذات مع البطاطس، يا ترى إيه؟ حذّروا فزّروا. ها، من غير مواد صناعية ومن غير أي إضافات كيماوية، حاجة بيور وحاجة طبيعية وشايفين ناعمة وجميلة إزاي؟ أيوه يا جماعة، هو الكاتشب. عملت لكم الكاتشب اللي طلبتوه مني أبسط وأسهل طريقة ب3 مكونات بس مش أكتر من كده، حاجة سهلة وبسيطة وسريعة جدًا ووفر كتير، وبشهادة كل اللي في البيت قالوا لي أحلى من الجاهزة كمان. يالّا بينا على الحلقة. الأول أنا جبت كيلو طماطم عصرته وحطيته وصفيته كده في الحلة، ده لازم يتصفى، غير صلصة المحشي اللي كنا عملناها كانت من غير تصفية، لكن ده لازم يتصفى ويا ريت يتصفى كمان في مصفى أضيق من كده، لأن أنا رجعت صفيته تاني وهاسيبها بقى على النار لغاية لما تتسبك خالص من غير أي مواد دهنية خالص ولا زيت ولا أي حاجة. تمام. باقول لكم لأ لسه أنا عايزاها تتسبك وتبقى لحم كده، خلاص بقت تمام والمية الزيادة اتبخرت فيها. طيب هنعمل إيه؟ أنا هاقول لكم مكونات الكيلو، هاحط لكم المكونات في أول تعليق تحت الفيديو. هاجيب بقى كوبايتين مَيّة من مَج الشاي العادي وهانزل عليهم بنُص كوباية نشا، تمام، وهاقلّبهم كويس جدًا، أدوّب النشا كويس في الكوبايتين المَيّة، وبعد ما الطماطم بتاعتي اتسبكت وتقلت من غير أي مادة دهنية باكرر تاني، هانزل بالنشا وأقلّب تقليب حلو وسريع كده عشان يندمجوا مع بعض كويس، تمام. أنا بقى في الحتّة دي يا جماعة أنا حطيت شوية بابريكا صغيّرة مدخّنين يدّيني طعم تدخينة كده، بس ما جاتش في المقطع معلش، وكمان يغمّق لي اللون، ولو مش هتحطّي بابريكا ممكن تحطّي نقطة لون صغيّرة أحمر عشان يدّيكِ لون أحمر حلو، لإن النشا فتّحت لنا اللون. وادي نُص كوباية سُكّر من مَج الشاي العادي، هانزل بيها بعد ما غليت كده كام غلوة بعد النشا، خلاص. وهاحط كده على بواقي السكر ده ربع كوباية خل، بس يا جماعة الموضوع كله طماطم وسكر وخل، ما فيش أكتر من كده. إضافة البابريكا ممكن تستغني عنها، إضافة اللون ممكن تستغني عنه، بس هُم اللي بيضبطوا لنا الدنيا. أنا ما ضفتش لون، البابريكا اللي ضبطت لي اللون وادّتني ريحة التدخينة الحلوة كده في الكاتشب، أكنه كاتشب مدخن كده جميل صراحة. عايزة تعمليه spicy ضيفي شوية شطة، مش عايزة خلاص سيبيه زي ما هو كده. بُصّوا يا جماعة بقى، أنا ضِفت ذرة ملح خفيفة بين صوابعي أوي، مش هتقدري تتحكمي فيها بلاش، دي بتضبّط الطعم، بتعمل توازن في الطعم، مش هتقدري عليها بلاش تعمليها، لإن هو المفروض من غير ملح، أنا حاطة ذرة خفيفة بس، سِبتهم يغلي كده كام غلوة بعد إضافة السكر وبعد إضافة الخل، والدنيا معايا اتضبطت، هاسيبها تبرد بقى شوية، وبعدين جِبت مصفى بقى ضيّقة بقى، المنخل السلك الضيّق. وهابتدي أعيد تصفيته تاني عشان عايزاها ناعمة بعد إضافة النشا وبعد إضافة السكر، وممكن في بذر طماطم فلت من المصفى الواسعة، كل ده هيتضبط بعد ما هاصفيه بالمنخل السلك الضيق يا جماعة، هتبقى ناعمة كده وسموزي وحلوة، خلاص، بس كده. الحبة الباقيين دول ممكن تاخديهم تحطيهم على صلصة عندِك أو أي حاجة، مش هترميهم يعني. آدي بُصّي بقى الكاتشب بتاعي، بُصّي القوام، طبعًا هو لسه دافي أو يعني قريب من السخونية فخفيف خالص، كل ما يتساب ويبرد كل ما قوامه يتقل عن كده، شايفين النعومية والشكل والطعم، والله العظيم الولاد لمّا داقوه قالوا لي: "أحلى من الجاهز يا ماما." كان نفسي أسجّلهم وهُم بيقولوا، بس هُم ما بيحبوش يطلعوا معايا يعني. نزلت جِبت بطاطس بقى عشان التجربة بقى ونشوف، حطيت ملح وفلفل أسود وشوية كمون، التتبيلة العادية المصرية بتاعتنا على البطاطس، وهانزل بقى بالكاتشب شايفين نعوميته وجماله، طعمه خطير يا جماعة، هيعجبكم جدًا، جدًا إن شاء الله، أنا واثقة إنه إن شاء الله هينال إعجابكم. يالّا بقى استغلّوا بقى موسم الطماطم وهي رخيصة، عملنا صلصة المحشي وعملت لكم الكاتشب ولسه هاعمل لكم كمان مربى الطماطم اللي أنتم طلبتوها منّي من موروثات أمي حبيبتي الله يرحمها، أحلى وأجمل مربى، أحلى من الفراولة والكريز كمان، والناس اللي مجرّبينها عارفين الكلام اللي أنا باقوله ده. يالّا بقى اترككم في رعاية الله، وما تحرمونيش من كومنت حلو زي قلبكم وشير عشان الناس تستفاد في الجروبات، وما تنسوش تدعوا لإخوانكم ربنا ينصرهم ويحفظهم ويزيل الغُمّة عن الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى وأحب إخوات ليّا.